سلام، انا جاي النهارده اغير مفهومكم عن طاجن الباميه باللحمه. يلا بينا. في حله على النار هنضيف معلقه سمنه كبيره ومعلقه زيت كبيره، وكمان هنضيف بصلايه او بصلتين ويكون حجمهم وسط، ونضيف معاهم فصين توم وفلفل ونضربهم كويس جدا في المفرمه، وكمان نفضل نقلب فيهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغاية ما يبقى لونهم أشقر أو ذهبي وريحتهم تطلع كده. تمام. هنا أنا عندي البامية غسلاها ومقطعاها ومنضفاها وكانت في الفريزر عشان احنا بنخاف عليها تبوظ، وكمان نزلت بيها على البصل زي ما انتوا شايفين. يلا بينا نتبل شوية كزبرة ناشفة، شوية ملح وشوية سكر، وكمان شوية هيل وشوية شطة مطحونة وشوية فلفل اسود، كله معلقة صغيرة. وهنا عندنا 3-4 فصوص توم مع فلفل حامي، وهنديها تقليبة على السريع زي ما انتوا شايفين كده. انا مش عايزاها تستوي، انا بس بشوحها في البصلة ومش عايزاها تستوي. وهننزل بعصير طماطم بما يعادل تقريبا 3 معالق كبار من صلصة الطماطم، ونضربها كويس جدا وننزل بيها على البامية ونديها بالظبط تقلبتين بالظبط، وتغلي غلوة واحدة بس وما تستويش ولا تتسبك. وهنا عندي لحمة مسلوقة، احنا طبعا سلقنا اللحمة مع بعض كتير جدا، لحمة شرايح. سلقنا اللحمة كويس جدا، مستوية طبعا اللحمة. وهنا قسمت البامية على جزئين، حطيت جزء كده زي ما انتوا شايفين على اللحمة، وحطيت تاني وبرضه قسمت اللحمة على جزئين وحطيتهم طبقات كده زي ما انتوا شايفين على بعض. وهضيف من الشوربة بتاعة اللحمة اللي انا سلقتها طبعا النهاردة، وبعد كده هغطي الطاجن بتاعي وهدخله على الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 180. وهنا كان طلع والله العظيم ريحته قلبة الدنيا، والبامية كانت دايبة بجد دايبة. هتشوفوا دلوقتي واحنا بندوق سوا، هتشوفوا قد ايه البامية دايبة. يلا بينا نغرف وندوق الفخار القمر ده. بجد يا جماعة ريحة حلوة قوي، وبجد الأكلة دي مفضلة جدا جدا عندنا في البيت، وانا بحب اعملها قوي قوي بالطريقة دي. بجد يا جماعة الطعم حلو قوي. بصوا اللحمة دايبة والبامية دايبة، وبجد الطعم حلو قوي قوي. هتعجبكم قوي، جربوها وهتدعولي. ما تنسوش الفولو واللايك سبسكرايب، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.